تعالوا بقى نعمل النهارده أكل اقتصادي كده، يعني ب25 جنيه هتعملي الأكلة الجميلة دي، بجد جميلة أوي، بجد بقى هاقول لِك المكرونة بصلصة إزاي تعمليها، بجد ولادِك يتجننوا عليها، وهاقول لِك بقى سر البتنجان المخلل إزاي يكون طري طريان مش قادرة أقول لِك ويكون دايب وطعمه رهيب. تعالوا بقى هاقول لكم الطريقة. طب قبل بقى ما نعمل البتنجان، تعالوا بقى أنا رُحت السوق طبعًا، لقيت الفلفل ب10 جنيه، فرحت بصراحة أوي. لان انا كنت بجيبه كيلو ب20 وب30 وب40، كنت بجيب ربع يا اما نص. فبصراحة لقيت بقى فجبته. انا بحب اطحنه واحطه في كيسة كده في الفريزر، اسحب منه، اعمل منه بتنجان مخلل، اعمل منه اي حاجة بقى. يعني عندك بقى محتاجة فيها فلفل احمر بتعملي بيها، بصراحة هي جميل جدا الفلفل ده. فطبعا زي ما انتم شايفين فضيته بقى في طبق واسع كده، وهغسله بقى غسلة كده كويسة. ما بقى اني بقى وصلنا لحد هنا يا حلوين يا امارات. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك. اوعوا تنسوا يا حلوين يا امارات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا سلام على، بصوا الفلفل الاحمر قمر كده زيكم والله. ايه الجمال ده، كده بيضوي كده. انا بحب الشتاء بصراحه يا جماعه، بحبه قوي لانه خضاره كتير. طبعا ليكم عندي مفاجاه كده اليومين الجايين، كده حاجه حلوه هتعجبكم قوي، هنزلها ان شاء الله، هتتفاجئوا بيها لما اعملها. طبعا في ناس كتير مستنياها اصلا وطالباها مني. زي ما انتم شايفين بقى، الفلفل الاحمر انا بغسله كويس جدا تحت الحنفيه. بدعكه كده بايدي كويس عشان لو في اي تراب او في اي حاجه طبعا. يعني انتوا زي ما انتوا عارفين انا احب اجيب خضروات واحب الخضروات، بس بغسلها غسله يعني مش قادره اقول لكم. كلوا خضروات زي ما انتوا عايزين يا جماعه، بس اغسلوا الخضروات كويس جدا. تعالوا بقى عندي كبه كده، او خلاط اي حاجه يعني، بس هو يعني اللي معرفش الخلاط بس هو يعني عادي يعني تطحن في الخلاط، بس يعني تضربي ضربات خفيفه عشان ما تطحنش تبقى عامله زي الطماطم معاكي. يعني ضربه خفيفه ضربه خفيفه ضربه خفيفه، بحس يبقى خشن معاكي، ما يبقاش ناعم نعوميه جامده قوي. طبعا انا بايزي كده مش محتاجه يعني سكينه. طبعا بنتي بتقولي يا ماما بصي للكاميرا، فقمت شلت بقى بتاع الخضرة اللي فوق اللي هي عند الفلفلايه دي بايديا، مش محتاجه اي سكينه ولا حاجه. بشيلها كده بايديا وبفتحها كده، بشيلها من فوق، واقوم قطعها، يا اما تقطعيها وتشيليها. واقوم بقى ماسكه القلب الابيض اللي جوه، شايلاه ومنفضاه زي ما انت شايفه كده. اقوم قطع الفلفلايه اتنين بس، هي كده كده هتطحن يعني. وزي ما انتوا عارفين الفلفل يعني طحنه سهل قوي. زي ما انتوا شايفين طبعا قطعت الكميه كلها، ما حبيتش طبعا اطول معاكم، فصلت الفيديو. دي اخر واحده اهي هنعملها. زي ما انتوا شايفين بنفض طبعا في الحوض اللي هو الحاجات البيضه دي. طبعا بعد كده انضف الحوض عادي مفيش مشكله، عشان بس ما يبقاش الابيض ده كتير قوي في الفلفل، ما نيجي نحطه في الاكل ما يبقاش باين في الاكل قوي ويضايقنا. زي ما انتوا شايفين طبعا بغسل ايديا. تعالوا بقى حطينا الخلاط اهو. هنحط بس نص معلقه ملح كده على الكميه دي كلها، مش عايزين طبعا ملح كتير عشان ما نيجي نحطه على الاكل، احنا كده كده بنحط ملح عشان بس ما تحدقش مننا. وتعالوا بقى نطحنها بقى يا امارات يا حلوين، قمر كده زيكم والله قمر. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا حلوين. تعالوا بقى نطحنها طحنه كده جميله زيكم كده وقمر. طبعا ريحي طبعا يعني اي خلاط عندك او اي جهاز، ريحيه، شغليه شويه وريحيه شويه عشان الموتور ما يتحرقش منك لا قدر الله. طبعا من حين لحين كنت طبعا بفتح الخلاط طبعا وبقلب، يعني طبعا ما كنتش سايباه كده شغال وخلاص، طبعا كان بيرتفع لفوق، وكان لازم ان انا من حين لحين انزله بالمعلقه لحد ما لقيته اختلط خالص مع بعضه، عرفت اللي هو اتطحن وبقى كويس. طبعا يعني برضو في مش ناعم تماما، برضو في خشونه بسيطه زي ما انت طبعا شايفه كده. هو سهل جدا. ده طبعا بصراحة بيوفر عليا جدا، يعني انا بصوا جميل الصراحة جميل. سمك بقى بتبل بيه، بتنجان، كبدة، بصراحة هو جميل 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 بصراحة. مقدرش محشي. هو بصراحة ليه استخدامات كتير، وبصراحة انا يعني كيلو ب10 جنيه ده مش حاجة، ده انت بتجيبي حاجة حلوة للولاد للعيال. طبعا برضو بقى الكمية هحط برضو نص معلقة ملح عليها وهطحنها. طبعا طحنت الكمية كلها 10 جنيه مش حاجة والله يا جماعة، بنجيب بيها حاجة حلوة للعيال الصبح وهم رايحين المدرسة. طبعا بصوا ما شاء الله عملت كمية حلوة قوي. تعالوا بقى اكياس تلاجة كده يعني اكيد طبعا مفيش بيت طبعا ما بيخلاش من اكياس التلاجة. طبعا اكياس التلاجة دي يعني بصوا رخيصة جدا، يعني انت لما اجيب ب5 جنيه بيهيصوني والله يا جماعة. زي ما انتوا شايفين طبعا هفضي بقى بالمعلقة كده، اخد نص الكمية احطها في الكيس النايلون دوت. طبعا هربطها واطلع منها الهوا تماما. يعني انا ممكن ما اقولكيش على الخطوه دي، بس برضو في بنات ما بيبقوش عارفين، بيبقوا لسه جداد في المطبخ. ممكن طبعا انتي ست الكل طبعا وعارفه طبعا، بس في بنات اللي هم الجداد بيبقوش لسه عارفين حاجه عن المطبخ، فانا بحب اقول كل التفاصيل، بحيث ما يفوتهمش حاجه وتطلع معاهم الحاجه مظبوطه من اول مره ان شاء الله.
طبعا اعملوه ده بجد جميل قوي وبجد يعني حلو حلو. طبعا ما تيجي تربطي الكيس ما تربطوش يعني ايه ربطة جامدة، يعني يا دوب ربطة على خفيف كده بحيث لما تيجي تسحبي الكيس وتاخدي منه ما تضطريش تقطعيه، يا دوبك تفكيه بقت ربطة سهلة. زي ما شايفين طبعا مسكته بططته عشان لما اجي احطه في الفريزر او اكثر منه طبعا هو هيتجمد فهيبقى. طبعا هو لما جيت اشيله واحطه في الفريزر طبعا مسكته طبعا وانا باحطه برضه اتشال واتلعبك مني وبتاع، فقمت لما حطيته في الفريزر قمت برضه دوست عليه وبططته في الفريزر بايديا كده بحيث يبقى مستوي، لما اجي بقى يبقى يعني سوا واحد. لما اجي بقى بطلعه من الفريزر وهو متلج بفك الكيس وبكسر الحته على حسب سحبي قد ايه. طبعا دي البطاطس هي الصغيره يا جماعه بجد جميله قوي. البطاطس هي الطينيه الشتويه بصوا منزله كميه طين غريبه، طبعا انا قعدتها لمده نص ساعه البطاطس وبعد كده مسكتها غسلتها. دي طبعا هعملها جنب الاكل. زي ما انتوا شايفين كده مسكتها غسلتها غسله يعني ايه دعكتها كويس جدا، نزلت منها كل الطين عشان مخليش فيها اي طين طبعا. زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه وبقى ايه يعني بمسك البطاطايه يعني بالسكينه كده من نص البطاطايه، ومش بافتح لحد النص الاخر يعني مش بفتح نص قوي، اقل من نص بحاجات بسيطه بفتح بطاطايه بحس بس تستوي ما تبقاش نيه من جوه، ما تاخدش سوا كتير على النار. طبعا كان لو سبتيها مقفوله خالص ممكن تتفتح معاكي وتتهري، دي الحركه دي ما بتهريهاش معاكي. طبعا نحط ميه عليها نغطيها بعديها بشويه يعني نغطي فوقيها ميه شويه يعني ما تكونش الميه مغطيها بالظبط، تكون الميه فوقيها بشويه. وتعالوا بقى نحطها على النار. اي عين عندك بقى تحطي عليها البطاطس زي ما انت شايفه، بس تكونش عين عاليه قوي اللي هي يعني تتحرق منك وفي الاخر ما تستويش. معايا بقى نص معلقه من الملح وربع معلقه تاني، دي بجد بتظبط طعم البطاطس او وما بتيجي تاكليها بتبقى ملحها مظبوط قوي. زي ما انت شايفه كده ده نص كيلو يعني وازيد حاجه بسيطه. طبعا انا لقيت رحت السوق لقيت الباقوتي على بعضه فيه 3 كيلو بطاطس، الراجل قال لي ب40 جنيه فخدتهم. والله يا جماعه كنت البطاطس دي كنت بجيبها ببلاش، كنت اجيب الباقوتي على بعضه مش قادره اقول لكم كنت بجيبه ب10 جنيه 15 جنيه والله. يلا الحمد لله. طبعا تعالوا بقى ايه نعمل صلصه المكرونه، انا ولعت كده على البطاطس. تعالوا نعمل صلصه المكرونه. طبعا تعالوا بقى نعمل صلصه المكرونه، طبعا حطيت يعني معلقه زيت او يعني حطيت معلقتين من الزيت مش مليانين قوي، يعني حبة مش كتير طبعا. زي ما انت شايفة طبعا نزلت بنص معلقة كبيرة من الثوم. دي صلصة المكرونة، هي سهلة وبسيطة خالص. دي بقى تاكلي احلى مكرونة في الدنيا بالثوم، الصراحة انا جربتها بالبصل وبالثوم بقالي سنين يعني بعمل دي وبعمل دي، بس بصراحة حبيت اللي هي ام ثوم اكتر، لقيتها بصراحة اجمل وطعمها اجمل بكتير. طبعا اللي انت تحبيه طبعا واللي انت تفضليه اعملي بيه، بس هي بصراحة بالثوم جميلة قوي. طبعا بصوا زي ما انتوا شايفين طبعا التومة طبعا انا بس عايزة اقلبها لحد ما توصل للون الاصفر، يعني مش هفضل اقلب فيها لحد ما تحمر قوي عشان برضو ايه ما تمررش. يعني التومة دي من الحاجات يا جماعة اللي انا مش بحب احمرها قوي، يا دوب بتدي لون اصفر كده زي ما انتوا شايفين هنزل بعصير الطماطم. ده طبعا كيلو من عصير الطماطم، كيلو من الطماطم مسكت كيلو قوطة غسلته كويس وعصرته في الخلاط وصفيته عشان ما يبقاش فيه اي قشر. زي ما انتم شايفين معايا نص معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من الكزبره، حبه فلفل اسود يعني ربع معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه 7 بهارات، طرف يعني ربع معلقه سكر عشان تعادل الحموضه وما ما تقلقيش ما بيبانش خالص، وملح. طبعا انا ال7 بهارات بتاعتي مركزه عشان انا طحناها في الغوريه، والبهارات مركزه قوي فبحط قليل. انت طبعا لو عندك البهارات جايباها من عند العطار تقدري تزودي شويه، بس هي البهارات عندي مركزة جدًا، مرة حطيت منها كتير الصراحة خلّت طعم الأكل وِحِش أوي. عندي بقى حلة طبعًا على النار كنت سايباها لحد ما الحلة غليت زي ما أنتم شايفين كده، ده نُص كيلو من مكرونة من القلم، بصراحة أنا باحب أجيب السايبة بترمي أكتر، بتبقى فيها بركة عن الكيس اللي هو الجاهز، الكيس اللي هو المغلف. وطبعًا يعني اختاري العطار اللي أنتِ بتجيبي اللي عنده تكون حاجته نضيفة وتكون أنواع المكرونة اللي عنده السايبة تكون نضيفة، لإن في عطارين الصراحة ما عندهمش ضمير. وطبعًا ما تطوّليش عليها، يعني طلّعيها اطفي عليها ربع يعني يكون فاضل ربع سِوَى فيها واطفي عليها، ما تخلّيهاش تكمّل السِوَى بتاعها المضبوط عشان لمّا تيجي تاكليها تبقى فيها كده تَكّة كده وأنتِ بتاكليها. الأكل لمّا يكون فيه تَكّة كده بيبقى أحلى لمّا يكون مستوي خالص ومهري كده، تحسّي إن أنتِ بتاكلي المكرونة معجّنة. زي ما أنتِ شايفة كده، البتنجان باشيل العقد اللي فوق اللي هو بتاع البتنجانية، سهل وبسيط خالص بإيديكِ كده هتشيليه مش محتاج أي سكينة ولا حاجة. زي ما انت شايفة كده، ده البتنجان المخلل بجد جربيه، يعني مش قادرة اقولك البتنجان ده بجد انا يعني عندنا بتجننا من كتر حلاوته، طري 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 بجد، ايه الطريان ده، بجد حاجة كده عجمية، بتاكلي عجمية من كتر حلاوته، كمان طعمه حلو قوي. واقول لكم بقى على سر خلطة كده ما قلتهاش لحد قبل كده، والاول مرة اقولها ان شاء الله على اليوتيوب كده.
انا طبعا الخلطه دي جميله جدا وسريه هتعجبكم. أنا طبعا انا جبت البتنجان، الراجل البياع طبعا يعني عمه اللي هو اللي بشتري منه وزني، فقال لي ايه ده ازيد من نص كيلو. قلت له بقى بقول لك ايه انا عايزه نص كيلو، قال لي بقى هو زياده بقى يلا بقى. قلت بقى ايه خلاص، بس طبعا نص انا مش عايزه اعمل الكميه دي كلها. فطبعا مسكت بقى الحبه فتحتهم كده، وطبعا مسكته يعني اغسله طبعا بعد ما شلت العقد، مسكته غسلته تحت الميه زي ما انتم شايفين كده. والشويه الباقيين هشيلهم عادي، هعملهم محشي، محشي البتنجان الاسود احلى من البتنجان الملون. طبعا غسلته زي ما انتم شايفين، هجيب بقى السكينه وافتحه عشان طبعا اعرف احشيه لما اقليه. زي ما انتم شايفين طبعا بمسك من نص البتنجانية وافتح، يعني من نص، ما افتحش من الاخر خالص عشان ما تتقطعش مني. زي ما انتم شايفين من اول نص الراس لحد نص الجسم، من يعني القاعده من تحت بتاعه البتنجانيه. طبعا وانا كنت بقطع كنت سايبه الطاسه طبعا على النار تسخن زي ما انتم شايفين، عشان مجرد بنزل بالبتنجان على طول ينزل بقى في السخونيه على طول. طبعا هقولك سر البتنجان اللي بيبقى طري، عشان اول ما الزيت بيقدح معايا بوطي النار، بخليها نار متوسطه او اهدى من المتوسط كمان، وبغطيها بغطا الحله، بسيبها بقى تتقلي على مهلها جدا. طبعا البطاطس استوت معايا، لما جيت غرست فيها المعلقه لقيتها اتغرزت بسهوله. بصوا بنتي بتكلمني، فانا بقول لها ايه يا جان عايزه ايه؟ تقول لي يا ماما بصي للكاميرا. تقول لي قولي لي حبيبتي يا ماما، بقول لها حبيبتي يا نانا، حبيبه قلب ماما يا شنشانه. انتوا شايفين بقى كده انا بقشر البطاطس المسلوقه. طبعا بصوا سهله تقشيرها خالص، انتي كمان تلمي انتي والعيال بقى اقعدوا قشروها في الساعه دي، الصراحه جميله قوي. انا بقعد انا والعيال بنقشرها بعد ما نفصل الفيديو بنقعد نقشرها كلنا مع بعض. بس بصراحه المره دي كنت ايه عايزه اكمل بقيه الاكل، فاديتها لبنتي الصغيره قشرتها لي. طبعا زي ما انتم شايفين بس قشرت كام واحده قدامكم والباقي سبته لبنتي تقشره. طبعا ده البتنجان، سر البتنجان اللي هو يطلع معاكي طري. اللي انا عملته بتوطي عليه وبتغطي عليه، بتخلي نار اقل من الوسط شويه. زي ما انت شايفه كده طبعا بيبقى طري جدا، يعني بصي بتلاقي قلبه ده طري طري ما بينشفش. ليه القلب بتنجان بينشف منكم؟ لانكم بتعلوا عليه، فبتيجوا تاكلوه تلاقوه ناشف ومش حلو. كمان بيستوي على نار هاديه فتلاقيه من جوه مستوي وطعمه جميل جدا. طبعا انا قلبته على الناحيه التانية وغطيته تاني زي ما انتم شايفين. لما يستوي بقى اطلعه. زي ما انتم شايفين طبعا الصلصه اهي معايا اتسبكت كده خلاص، بقت قمر كده زيكم والله. زي ما انتم شايفين حمرا بقى كده وحمرا زي وشكم. تيجي تنقي الطماطم نقيها حمرا شويه عشان ما تحتاجيش تحطي صلصه طماطم عليها. طبعا مش عايزين احنا نحط مواد حافظه كتير على الاكل بتاعنا. طبعا المكرونه اتسلقت معايا زي ما قلت لكم، طبعا ان المكرونه من حين لحين قلبيها كده، ما تحطيش عليها ملح ولا زيت ولا اي حاجه في ميه السلق خالص، هي ميه بس فقط لا غير. طبعا المكرونه انا سبت فيها تكه عشان اللي يجي ياكل يحس كده ليه مش معجنه، فيها تكه كمان بس ممتعه، تكه حلوه. يعني ما تسيبي ربع سوا كده ناقص في المكرونه، تيجي تاكليها تبقى مستمتعه وانتي بتاكليها، تبقى طعمها الصراحه لذيذ قوي. طبعا البتنجان كده خلاص اتحمر من الجهتين. تعالوا بقى نطلعه في الطبق بقى، بس طبعا ايه طلعته طبعا يعني مع اللي هي بتاع اسمها ايه دي، المعلقه اللي بنطلع فيها دي ناسيه اسمها معلش. بنفض كويس جدا الزيت منها على قد ما اقدر، يعني خلوا بالكم طبعا ما تخلوش يكون اطفال واقفه جنبكم وانتوا بتعملوا حاجه زي كده. طبعا هو الفلفل الاحمر اللي احنا فرمناه مع بعض حشت منه كده معلقتين كبار مليانين، بحيث اخلي البيه البتنجان، وشلت باقي الكميه في الفريزر. طبعا معايا التوم اهو دقيته في الجرن كده، اهو معايا ربع معلقه من التوم. طبعا على فكره لو انتي مش حابه تحطي على التوم ملح وتخافي الاكل يحتق منك، تقدري تدوقيه بكزبره، يعني انا اكتر الاوقات بدوقه بكزبره بصراحه. طبعا زي ما انتم شايفين معايا ليمونتين، احطهم بقى على الفلفل الاحمر دوت، هعصرهم طبعا عصرتهم بس عشان ما اطولش عليكم طبعا. عصرتهم زي ما انتم شايفين كده، وهو القشر طبعا ما رميتهوش، هقول لكم هنعمل بيه ايه، هنزوق بيه الطبق على الوش يبقى شكله حلو قوي. معلقتين خل، 3، 4، 5، 6، هنحط 6 معالق من الخل. دي بقى سر ان البتنجان بتاعك يبقى اللي يجي ياكله عندك يقولك ايه ده، وانتي البتنجان بتاعك يعني مميز عن اي حد ليه. هو ده سر بقى البتنجان، في سر القلية بتاعته، سر الخل بتاعه ده اللي بيخلي البتنجان بتاعك رهيب. ما تحطيش اي توابل، هو ملح بس، لان الكمون والكزبره والحاجات دي بتغير طعم البتنجان المخلل. هو شويه ملح بس بتاكلي احلى بتنجان في الدنيا بجد. ده طبعا سر انك انتي
سر انك طبعا هدوقته لقيته ملح كويس جدا. تعالوا بقى نحشي البتنجان، ده السر اللي هو البتنجان بتاعك يطلع جبار، واللي يجي عندك يتجنن على البتنجان المخلل بتاعك. طبعا ما تقوليش الخلطه دي السر ده لحد غير لحد كنتي غالي على قلبك يعني. زي ما انت شايفه طبعا كده. طبعا البتنجان ده بتاع اليومين دول اللي هو هتلاقيه كده اخر من ورا كده تلاقي اخضر، تلاقي كده نقطه كده لونها اخضر. ده يعني ما بيتخلل، ما بيديكيش اللون اللي هو الموفي من جوه. اما في بتنجان كده تلاقي اخره كده تلاقي فيه حاجه كده لونها موفي كده، فلما بتيجي تخلليه وتسيبيه شويه تلاقيه من جوه لونه موفي، بيبقى شكله تحفه الصراحه. اما بصراحه ده لا، مش هيديكي اللون ده، لان هو اصلا البتنجان ده يعني اخضر من اخره. زي ما انتم شايفين طبعا حشيت الكميه كلها. تعالوا بقى نجيب طبق كده شكله جميل كده وقمر زيكم كده، ونحطه كده في طبق ونرص بقى بشكل جميل كده وقمر زيكم. تعالوا بقى الميه دي هندلقها. طبعا لا، ما هي اللي بتدي الطعم الجبار دوت اللي انتوا شفتوه دوت. بجد لازم تجربوها، بجد هي وصفه لازم تستاهل التجربه. بجد وصفه جباره 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 يا جماعه. تسلم ايديكم بقى مقدما. بجد اكله جميله، مكلفتنيش حاجه. 25 جنيه كنت عامله الاكله دي او اقل والله يا جماعه. يعني بطاطس انا كنت جايباها طبعا على بعضها عشان ايه، بس طبعا بطاطس كذا يوم، يعني ان انا اخد منها مثلا كل ما اعمل اي اكل اخد شويه بطاطس اسلقهم جنب الاكل، ان انا اخدت شويه كده. طبعا زي ما انتم شايفين نفس الزيت اللي انا قليت فيه البتنجان قلي فيه بطاطس عادي. ما تهدروش يا جماعه، الزيت غالي قوي. زي ما انتم شايفين طبعا هنزل. طبعا بنتي كانت بتقشر وهي ما اعرفش سايبه لي في الطبق ميه كتير قوي، بس عادي يعني. هي ايه، يعني انا اكتشفت اللي هي كانت بتقشر وبتحط البطاطس في الحله تاني، كانت عايزه تعمل لي مفاجاه، فانا خرجت بقول لها ايه ده وانت كل ده ما قشرتيش؟ في الاخر لقيتها بتقول لي يا ماما ده انا قشرته. فاجئتني يعني. انتوا شايفين طبعا اتحمرت من الناحيه دي، قلبتها بقى اقلبها على الناحيه التانية. بجد بحبها البطاطس دي اكتر من بطاطس الصوابع، بجد طعمها حلو قوي. طبعا المكرونه انا ما سبتها صفت شويه بس في المصفى كده، يعني كده دقيقتين تلاتة كده، ما همسك بقى ايه معلقتين زيت كبار واقوم ايه ماسكه المكرونه مفلفلاها. دي ما تيجي تغرفي المكرونه بتسهل عليكي او في الغرف او في التفضيه. زي ما انت شايفه. اما انت لو مش عايزه تحطي لها زيت تقدري تفلفليها بحبه ميه صغيرين كده تحت الحنفيه وتسيبيها تتصفى شويه كده، تفضيها على الصلصه بتاعتها لو انت يعني مش حابه تحطي لها زيت. اما الزيت ده يعني خطوه الزيت دي حلوه وخطوه الميه حلوه، بس طبعا لو انت الميه لما تيجي تاكلي المكرونه هتبقى يعني ايه، تحسي الصلصه فيها خفيفه، مش تبقى ماسكه عليها. اما لو عايزه الصلصه تمسك على المكرونه لازم ما تحطلهاش ميه، تديها حبه زيت. طبعا البطاطس اهي معايا اتحمرت. تعالوا بقى ايه نمسك المكرونه نفضيها كده في حله واسعه. دي بقى خطوه بتخلي المكرونه بجد جباره يا جماعه، بجد وجربوها. بجد جميله جميله جميله، انا بعشق المكرونه بجد قوي. ما بيهمنيش بقى اعمل جنبها اي اكل يعني، هي اكله كده جميله والله. يعني بجد جربيها حلوه، لان كل يوم فعلا الواحد يعمل كل يوم فراخ ولحمه وبانيه ومش عارفه ايه تكلفه جامده، لان الحاجه غاليه زي ما انتوا عارفين. ربنا يا رب يرحمنا ويرفع عنا البلاء يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين طبعا كده ان بس بفضي الصلصه اللي في الحله كلها اللي احنا سبكناها، عشان كده انا سبكتها في حله صغيره عشان انا كده كده هفضيها اصلا. فتعالوا بقى انا طبعا مشغله النار طبعا، همسكها بقى اشوحها بقى على النار لحد كده ما تبقى كده سخنه كده وجميله، بجد بتبقى طعمها يعني. الخطوه دي بتخلي المكرونه جباره يا جماعه، بس خلي بالك يعني ما تفضليش تقلبي فيها كتير، وفي نفس الوقت ما تسيبهاش على النار كتير هتلزق، ما تسيبهاش من غير تقليب خالص هتلزق منك. يعني من حين لحين قلبيها كده، وما تنساش على النار وتخرجي مثلا بره لانها هتلزق منك. يعني خليكي واقفه جنبها دقيقتين تلاتة كده خلاص وتفي عليها. بجد هي جميله جميله جميله. بجد جربيها وتسلم طبعا ايديكي مقدما، لاني مش كل يوم طبعا هنعمل اكلات يعني فيها فراخ ولحمه والكلام ده، اني بجد الاكله دي بجد جربيها حلوه قوي. يعني ما تعملي كده حبه مكرونه بالصلصه وجنبهم كده بتنجان مخلل وحبه بطاطس، والله اكله جميله جدا وبجد حلوه قوي. بجد جربيها هتعجبك قوي. طبعا تسلم ايديكم طبعا مقدما يا امارات. طبعا قمر كده المكرونه زيكم. طبعا انا نسيت ادوق البطاطس، كنت حطاها بعيد ونسيتها. زي ما انتم شايفين طبعا المكرونه يا خرابي على الجمال، يخرب بيتها ايه الجمال ده. البتنجان والمكرونه فظاع بجد يا جماعه، جربوها لازم تجربوها. باي باي.